النهاردة هتكلم في حاجة انت طول الوقت بتفكر فيها، حاجة بتسيطر على عقلك والحاجة دي مش قادر تبطلها، بقت جزء من حياتك. موضوعنا عن العادة السرية أو إدمان الأفلام الإباحية. انت عايز تبطل وعندك حماس، لكن الكارثة انت ممكن تبطل بس هترجع تاني. علشان كده أنا مش عايزك تبطل، أنا عايزاك تستبدل. الفكرة هنا في الاستبدال. صدقني الموضوع هيفرق معاك جدا. في ناس كتير نجحت في حياتها بسبب فكرة الاستبدال. أنا عارفة إنك هتقول ده كلام مش منطقي، وممكن كمان تقلب الفيديو وتقول ده كلام فاضي، لكن اسمعني للنهاية وفي الآخر أحكم. العادة السرية هي احتياج ورغبة جوه أي بني آدم، ذكر وأنثى على فكرة، والسبب هو هرمون الدوبامين اللي جوه عقلك، المسؤول إنه هو يحفزك ويشجعك إنك تعمل أي حاجة ليها نتيجة في الآخر. بيحسسك بالعطش، بالجوع، بالغضب، بالوحدة، بالزهق، بالفراغ وغيرها. خلينا نكون متفقين إن الطاقة الجنسية من أقوى الطاقات الموجودة جوه أي بني آدم. هو ربنا خلقنا كده علشان نحافظ على السلالة البشرية، فما ينفعش نمارس الموضوع بشكل تاني. أول حاجة بتخليك تمارس العادة السرية الفراغ، فراغ عاطفي، فراغ نفسي، شعورك بالوحدة، عدم ثقتك بنفسك، دي أساسيات. علشان كده ما تخليش مخك فاضي. هنلعب لعبة الشد والجذب، بمعنى عرفنا ان هرمون الدوبامين هو المسؤول الأساسي عن احتياجنا للشيء اللي احنا عايزين نعمله. بما ان موضوعنا النهاردة عن العادة السرية وإدمان الأفلام الإباحية، فاحنا لازم نفهم دايرة العادة السرية. العادة السرية عبارة عن سلسلة بتتكون من 3 حاجات. أول جزء من السلسلة هو المحفز، اللي هي المغريات، السوشيال ميديا اللي انت بتشوف فيها الأفلام الإباحية، والوحدة والملل والفراغ والرغبة وإحساسك باللذة الجسدية، كل دي مغريات. تاني جزء في السلسلة هو الروتين، العادة اللي انت بتعملها والسبب فيه هو انت اللي برمجت عقلك وخليت العادة دي جزء من حياتك. وآخر جزء في سلسلة العادة السرية هي الجايزة أو المكافأة، بإحساسك بالراحة النفسية واللذة الجسدية. علشان كده بعد ما عرفت دايرة العادة السرية صعب تبطلها. ده برنامج انت برمجته جوه مخك، لكن سهل تستبدل العادة السيئة بعادة إيجابية. إزاي؟ ركز معايا. لازم تعترف بوجود المشكلة دي في حياتك. أنا مش حابة أقول عليها مشكلة، علشان الموضوع ده طبيعي في أي إنسان. هتبطل تجلد وتلوم نفسك، واوعى تحتقر نفسك. هتبعد خالص عن الوحدة، ولو حسيت ان جواك احتياج كبير في ممارسة العادة السرية، اخرج بسرعة في اي مكان، البلكونة مثلا، شم شوية هوا، خد نفس عميق وخرجه بهدوء. ممكن تروح تغسل وشك بشوية مية، حط دماغك تحت مية من الحنفية، العب رياضة. النقطة دي مهمة جدا. سهل جدا تلعب تمارين ضغط، فبعض الشباب ممكن يلعبوا وتزيد عندهم الرغبة. علشان كده
لازم تغير طريقة تفكيرك. عقلك هو المتحكم، فخليك انت المتحكم في الأفكار اللي جوه عقلك. هنغير من تمرين الضغط بتمرين تاني. مثلا تعرف تلعب لعبة الأوزان أو أيروبكس. ممكن تلعب تمارين قوة. استغل الطاقة اللي جواك في إنك تغير شكل جسمك للأحسن. الرياضة هتحافظ على صحتك وهتحافظ على شكل جسمك. ولو بعد ده كله ما قدرتش وعمال تحاول، فانت ممكن تنزل تتمشى. روح حتى السوبر ماركت اللي تحت بيتك، هات حاجة بتحبها وكلها. ولو مسكت التليفون، بدل الفيلم الإباحي بفيلم أكشن. دي لعبة الشد والجذب. وفي حاجة مهمة جدا وأساسية لازم تعرفها. ابعد خالص عن جملة هو أنا هفضل كده لإمتى. الجملة دي لوحدها هتخليك تفقد الأمل وهتيأس، وهترجع تاني لنقطة الصفر. فامشي كده حبة حبة، اليوم بيوم. شوف بقى ازاي العقل اللي ربنا ميزك بيه بيشتغل. فخليك انت اللي تتحكم في نفسك، مش عاداتك هي اللي تتحكم فيك.